السلام عليكم يا رفاق. الفيديو المنتظر من زمان جدا جدا، تقريبا من ايام ما نزلت قصتي في ثانويه عامه. الفيديو ده منتظر من زمان، وبجد ده الوقت المناسب. انتوا عارفين ان انا بنزل كل حاجه في وقتها المناسب، وفعلا ما عادش في فرصه قدامك نهائيا انك تضيعها. خلاص الايام هتسرقكم جدا ان لم تكن سرقتكم اصلا. يعني انت بس تفكر كده مع نفسك، كان من يومين الشهر بدا، الشهر فجاه طار ومشى وجه شهر جديد، انت مش عارف كل ده حصل امتى اساسا، وانت مش عايش في الكوكب جانا معانا. فعلا الايام هتسرقكم جدا، واكتر الشهور اللي ذاكرت فيها في عمري كله كانت الشهور الاخيره من ثانويه عامه، ولازم انت كمان تكون كده. لان هو ما عادش وقت بجد، وقت فعلا هيسرقك جدا. فلازم تعلم تمشي بالجداول الاسبوعيه، وبعد كده تعمل جدول شهر لحد يوم الامتحان بتاعك ان شاء الله، اللي هو قبل الاحسن شويه. نركز بقى الفتره اللي انت لسه هتذاكر فيها الابواب، هنعمل لها جداول اسبوعيه، وهنتعلم ازاي ان شاء الله ازاي تعملها وتكون انسب حاجه بالنسبه ليك. تاني حاجه، بعد ما نخلص ان شاء الله الابواب هندخل في جداول الشهر، والشهر ده هيفضل يعني هتعمل جدول لحد يوم الامتحان، او بالاخص لحد يوم 7/6، لحد 7/6. الاحصاء مثلا هتذاكرها في يومين، والدين والمواطنه والاقتصاد واي حاجه تقابلك في يوم. وعلى فكره يمكن انا شخصيا عن نفسي ذاكرت احصاء في يوم اصلا، بالاخص كانت يوم ساعتين ويوم 6 ساعات، وكنت دخلت الامتحان وقفلت الاحصاء والله العظيم. اصلا في الاحصاء في المفاهيم باول صفحه بيكون فيها القوانين. هو منهج كامل، ومش هقول لكم ذاكروها في يوم عشان كل واحد بيختلف عن مستواه. انا كان مستواي حلو جدا في الرياضه، ولكن دي انا علمي علوم بس دكتوره يا جماعه. فالمهم يعني المهم الخلاصه ان الاحصاء ذاكرها في يومين، واي حاجه تانية تقابلك في يوم. واديني احفظ الصوره بتاعته، وكان كانت تيجي ايتين بس منهم، مش كتير. ومش مهم الحاجات دي بالنسبه لي، وما تروحوش دروس. في ناس تقول تروح دروس احصاء او حاجات، فكك من الكلام ده كله، ويلا بينا بقى عشان نتعلم. المهم بقى على حسب ما تشوف الفيديو، ويا ريت تكون تشوفه بدري، هنمشي بجداول اسبوعيه لحد شهر 5. جدول اسبوعيه كنت بجيب ورقه كده بعملها نصين، كاتبه كده فوق لنا في الله ضمن الله يخيب، اللي بكتبها لكم على طول في المنتدى والكوميونتي. دي كانت الشعار بتاعي في ثانويه عامه، ولما لقيت الناس الشعار بتاعي لنا في الله ضمن الله يخيب، وتحت كده في توتال عدد الساعات في الاسبوع. اديتك الورقه دي تعلق على الحيطه. وطبعا من مساء يوم الخميس، انا كنت من مساء يوم الخميس بعمل جدول للاسبوع كاملا. ولازم تعملوا كده، لازم. عشان بقى هتقولي ايه الفايده من الموضوع ده؟ ده كل الفايده، كل الفايده ان الايام مش هتجري منك، مش الايام مش هتسرقك. ان انت عايز اليوم يعدي وانت يعني بتنجز اكتر حاجه عندك، يعني عايز اليوم يعدي بسرعه وانت تنجز اسرع. انت عايز تنجز اسرع من الايام. معايا الموضوع من مساء يوم الخميس ان شاء الله هتفضل عامل كده كل جداول كل ايام الاسبوع زي ما انت شايف، وتبدا تعمل لنفسك جدول مناسب ليك، وتفضل تحت كده عدد الساعات، وكل اسبوع يعدي ورقه فوق ورقه تقارن عدد الساعات اللي تحت كده، وتقارن كمان الحاجات اللي انت شخبطت عليها، وتشوف ادائك الاسبوع ده احسن من الاسبوع اللي قبله ولا لا، بحيث انت تكون رقيق جدا على نفسك. نوت بقى ازاي تعمل جدول. مثلا ما تبقيش عامل لي مثلا الاسبوع الاول كله فيزياء، غلط. انت اصلا ما تعملش يوم كامل لماده واحده، غلط برضو. لازم توزع تركيزك في اليوم بين اكتر من ماده ومن اكتر من حاجه، حاجه تقيله مع حاجه خفيفه، عشان توزع تركيزك. فبالتالي لما توزع تركيزك انت تقدر تنجز اكتر واسرع. انت ماده واحده بس هتمل، وده ده مش كويس، وما عندناش وقت اصلا. احنا اصلا ما عندناش وقت، حط في دماغك ان عايزين ننجز كده باكثر سرعه. وكمان حاجه تانية، لو انت مثلا بتذاكر بقى فيزياء ذاكرته قبل كده، بياخد منك وقت اقل عن الوقت العادي، فدي بتفرق برضو. فانت بتعرف بقى تحط الباب ايه مع باب ايه مع باب ايه. انت عارف انت ذاكرت ايه كويس، وايه الحاجه تاخد منك وقت وايه الحاجه لا. فما نحطش مثلا اسبوع كامل لماده ولا يوم كامل لماده. انا بقى بقول لكم كده ليه؟ علشان انا حاولت فعلا اعمل لكم جدول او ادي لكم مثال وكده، بس ما عرفتش. يعني كنت حتى عند يوم الجمعه كنت شاده شرط كده، وكنت هبدا اكتب، بس ما عرفتش فعلا. لان كل واحد يعني مثلا الباب ده انا ذاكرته قبل كده ياخد مني وقت اقل، واحد تاني ما ذاكروش قبل كده، واحد تاني مثلا مستوى احسن، واحد تاني مستوى اضعف. فمهم جدا ان كل واحد قدر نفسه. انا بس حاطط لك الستيب او حاطط لك الطريقه اللي انت تمشي بيها ازاي. هتفضل ان شاء الله بالجداول الاسبوعيه دي كده لحد ما الابواب بتاعتك تخلص كاملا. وتاخد بالك من حاجه مهمه جدا، الجدول مش هيخلص بنسبه 100%. مفيش اي جدول في الدنيا بيخلص بنسبه 100% اصلا. لو وصلت لنسبه 90% فانت تقوم تحمد ربنا جدا، وتبوس ايدك وش وظهر كده وتحمد ربنا فعلا انه قدرك لكده. تفتكر ان انت انسان، ومش يعني انت جاست انسان، ما تقدرش ان انت تعمل اصلا حاجه وتمشي عليها 100%. قلنا في حاجات كتير جدا بتحصل في الدنيا. الحياه مش فيلم انت بتنتجه، لا، الحياه بيحصل فيها حاجات كتير. فمن الاخر لو مشيت بجد بنسبه 90% فانت كده حققت يعني نسبه كبيره جدا. وحاجه تانية، تكتب التاريخ. طبعا انا ما كتبتش التواريخ، بس انت تكتب جنب الجمعه التاريخ والسبت التاريخ، تكتب التواريخ عشان يعني كل يوم يعدي وانت براقبه كويس قوي. ما تخليش الايام تسالك فجاه تتفاجئ بالامتحان وانت لسه ما خلصتش الكتب اللي انت اشتريتها. انا بقى عملت ايه بالظبط؟ جبت كل الكتب اللي عندي، الكتب الحاليه اللي انا كنت شارياها، حطيتها كده قدامي كده، وقعدت اكتب انا لسه لي كام بوكلت والكتاب يخلص في كل ماده، لسه لي كام بوكلت والكتاب يخلص.
فطبعا لما بالذات كتاب مندليف في الكيمياء كان كبير جدا، فلما تفرد الحاجات دي كده قدامك هتلاقي حاجات كتير، هتلاقي حاجات كتير. انت فكرك بقى وتقعد بقى تشتري كتب وانت ما انتش حاسس ان انت مش هتقدر تخلص كل الحاجات دي. لما تجدول الايام وتشوف الايام اللي فاضلك لحد الامتحان بتاعك وتشوف كميه الحل اللي انت لازم تحلها كل يوم، دي احسن لك انك تشتري كتب كتير وفي النهايه ما تلحقش تخلصها. سواء حتى لو انت اشتريت كتب مثلا مش مشكله، اللي بعدك هياخدها منك ويستفاد بيها. المهم خلينا دلوقتي في موضوعنا. انت دلوقتي هتقعد بقى تجيب كل الكتب اللي عندك ولسه ناقص لك ايه في حل شامل ويخلص، تعمل لك جدولين كبار من اول شهر 5 او حتى لحد ما تخلص الابواب ايا كان الوقت اللي هتخلص فيه الابواب، وتقسم بيهم. يعني انا كنت بادئه هنا كده كاتبه لنا في الله يظن لا يخيب نفس الكلمه، وهنا انتهت رحلتنا، انتهت ثانويه عامه. كنت كاتبه هنا كده في الاخر الورقه الثانيه، انا بس مصور يعني انا كاتباهم وموريه لكم عشان بس اوريكم الكلمتين دول. انا بقى كان ايه التارجت بتاعي اليومي؟ التارجت بتاعي اليومي في الجداول الكبيره دي ان انا كنت عايزه احل السبع مواد بكل بوكلت، يعني 7 بوكلتات 7 مواد. كنت عايزه احل في كل ماده بوكلت كانت كل يوم. هل طبعا كان بيحصل ده وكنت بحل 7 بوكلتات؟ لا طبعا ما كانش بيحصل ده، لكن مش على طول. في ايام كنت بجيب فيها 7، في ايام كنت بجيب فيها 7، في ايام لا، وده الغالب طبعا والشائع واللي على طول كان لا. ولكن في حاجات اولويات بالنسبه لي. الماده اللي انا ببدا بيها هي الماده اللي انا ضعيفه فيها، او الماده اللي بغلط فيها كتير. كان عندي الكيمياء قلتها مليون مره قبل كده بصراحه ومتاكد زيت منها، كنت ببدا بيها كل يوم. فبالتالي كان عندي ال 30 يوم او الفتره اللي انا حليت فيها كنت لازم احل كل يوم بوكلت كيمياء، واحيانا كنت احل 2، احيانا كنت احل 2 في اليوم، احيانا مش كتير مش على طول يعني. فانت تبدا بالماده اللي انت شايف فيها انت ضعيف. يعني مثلا عندك الفيزياء كنت مثلا ممكن اكون مثلا قويه فيها شويه، ما كنتش مضطره ان انا احلها كل يوم. انا ما نزلتش اصلا غير 3 ايام بس، ما نزلتش غير 3 ايام بس في كده كله. فالمهم يعني حسب الماده اللي انت، طبعا الفرنساوي ما كنتش باجي يومه كتير. العربي كنت باضطر ان انا احل كل يوم. النص كنت على طول انا كنت قلت قبل كده في الفيديو بتاع اللي هو اسيب الدرس ولا اروح، كنت قلت ان انا مستمره في العربي للنهايه، كنت مستمره في النهايه، فكنت مضطره ان انا احل على طول عشان المستر بتاعي. فكان على طول العربي ده شيء اساسي كده، الكيمياء على طول كانت شيء اساسي، والعربي كان شيء اساسي ان انا احل منه كتير. تقعد بقى تقسم البوكليتات اللي انت ما حلتهاش. لما قلت ان احنا نقعد ونفنط لما قلت ان احنا نقعد كده ونفنط كل كتاب لسه كام بوكلت تحلش فيه، تقسم البوكليتات اللي عندك دي على مدار الشهر او على مدار الجدول ده، بحيث ان انت مثلا لما تخلص الجدول ده كده ان شاء الله يكون ايه، يكون خلاص خلص معاك يكون خلاص السنه خلصت معاك، يعني كل السنه خلصت ودخلت في الامتحانات. طب ايه بقى فايده كل الحوارات اللي انا عماله اقولها ديت؟ ولو ما فهمتش الفيديو اسمعه تاني وركز فيه تاني، وركز في كل حاجه انا بقولها، لانها بجد فايدتها انها ما تسرقكش الوقت، ما يسرقكش انه هيسرقك، حتما الوقت هيسرقك. الوقت في الفتره بتاعت ثانويه عامه بيجري بسرعه، هو بيجري، يا اما تلحقه يا اما خلاص انت بتطير. ففايده الكلام ده الوقت ما يسرقكش. وكمان انك تكون قد مسؤوليه الكتب اللي انت جبتها واشتريتها، تكون قد مسؤوليه انك تخلص الكتب دي. واوصيكم وصيه ان انتوا تصفوا النيه خالص، صفوا النيه مع اي حد وكل حد. ما تفكرش انك تبص لحد، ما تفكرش انك تحقد حد، ما تفكرش اصلا، مش تحاول، ما تفكرش. وانا اول مره تقريبا اطلبها منكم، مش فاكره او بطلبها مش فاكره، انك تشيروا الفيديو، شيروا الفيديو وادوه لزمايلكم. زي ما قلت صفوا النيه مع بعض وادوهم فعلا زمايلكم، عشان يعني انت لو يعني انا خايفه بجد عليكم من احسن وقت يطيركم وانتوا ماشيين وما تلحقوش نفسكم. مش عارفه ليه شايله، انا حاسه ان انتوا عيالي. المهم، المهم يا جماعه بجد صفوا النيه وشيروا الفيديو، شيروا مع زميلك فعلا وعشان هو يستفاد. وصلنا اخر فيديو النهارده، اتمنى تكونوا فهمتوا اللي انا قلته كويس، واتمنى تعرفوا تعملوا جدول نفسكم. خلصنا الفيديو يا جماعه، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. حط لايك للفيديو وسيبوا لنا رايكم في الكومنت، ما تنسوش رايكم في الكومنت، واشتركوا في القناه يعني تشجيعا لان احنا نكمل يا عيالي. السلام عليكم، باي.